الكرة مرتدة، كرة في المنتصف، أحمد عطيف أمامية جميلة في العمق، ناجي مجرسي والكرة الانفرادية ووجود صافرة وركلة حرة. ركلة حرة مباشرة يحتسبها حقا من لقاء السيد بامبوريدس. ركلة حرة مباشرة والبطاقة الحمراء. في الفرق السنية يتجه لحائط الصد، يعيد العشر ياردات المطلوبة. الركلة الحرة المباشرة تأتي من حسن معاذ وحارس المرمى عبد الله العنزي. تماما بدر كان لاعب في فريق نادي النصر، كان قائد لفريق نادي النصر في فترات وفي عدد من المواسم، ولكنه انتقل لفريق نادي الشباب. هذه البداية تأتي مميزة اعلى من احمد ومن عبده، لكن طبعا الخبره، التجانس، الجساره. هناك 349 بطاقه ملونه عموما في المسابقه، هناك 325 بطاقه صفراء و24 بطاقه حمراء، منها 15 مباشره كما حدث في مباراه اليوم، لكنها يعني بالفعل تعتبر البرتغالي صاحب ال50 سنه. ومن الناحية الأخرى هناك الأوروغواياني أيضا، وحسن معاذ المرة الثالثة. هذه مرة التمريرة، ناجي وعبد الله العنزي يخلص بشكل جميل. ناجي مجرسي يسدد وعبد الله يتواجد بيقظة ممتازة وكبيرة. شوفوا حسن معاذ، كانت الكرة خادعة أيضا في التمويه بأنه سيكون تسديد، لكنها لم تكن تسديدة. جاءت تمريرة ويأتي التصفيق طبعا من جميع الشبابيين الموجودين على جمالية أيضا هذه الكرة. هنا كرة عالية وعبد الله العنزي يخرج والكرة تتخلص أيضا من دفاع النصر. هناك غير موجودة، ولكن هذا ممكن يأثر على لياقة الفريق عموما. ملعوبة الكرة من السهلاوي بكرة أمامية نصراوية. السهلاوي كرة إلى فيغاروا، كرة على قوس منطقة الجزاء للسهلاوي إلى خارج أرض الملعب. فرصة أمامية، الكرة كانت للنصر. حسام غالي بلقطة فنية بديعة أيضا في المنتصف من أمام أحمد عطيف، تصل لحسام غالي مرة أخرى. هذه اللقطة اللي كانت من غالي، خذها أولا على الفخذ ثم على الرأس بأكثر من كرة ومر فيه. لا ننسى أنه أيضا غياب كاماتشو، غياب طارق التايب، اللاعب اللي يملك الحلول الفردية الممتعة في فريق الشباب. هذا بلا شك يؤثر على الأداء الشبابي، الشباب ومنافسته على الصدارة مع الهلال. فيغاروا بكرة المرتدة الآن لصالح النصر من الناحية اليسرى. فيغاروا مع عبد العزيز السعران، ما تزال هجمة للنصر لكنها مقطوعة للشباب. أحمد عطيف، عبدو برناوي كان يلعب في شوط المباراة الأول، خرج بتبديل بدخول عبد الله العنزي الحارس الثاني في النصر أو الحارس الاحتياطي، وخروج عبدو برناوي. كرة تصل إلى خالد الزيلعي مع عبد الله شيل. الزيلعي مر والكرة تخرج إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح النصر. أكثر الفرق تعادل فريق نادي النصر بست تعادلات. هنا كرة أمامية لحسن معاذ وعبد الله العنزي. عبد الله العنزي خروج بتوقيت سليم، فدائية ممتازة من عبد الله العنزي أيضا في حراسة مرمى فريق نادي النصر. و صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة على عبد الله شيل أو على سند شراحيلي. ناصر الشمراني كان صاحب الهدفين في المباراة الماضية في لقاء النصر والشباب. تعود هجمة ناحية حسن معاذ من بعيد، حسن معاذ وعبد الله العنزي يتابع الكرة ويبعدها وتتخلص من ايديه. بدر الحقباني يبعد الكرة إلى خارج الملعب. هذه إعادة لتسديد حسن معاذ، يجيد التسديد من هذه المسافات، لكن عبد الله العنزي في متابعة مميزة وحضور ما شاء الله عالي لعبد الله العنزي. لقاء في دوره الأول أيضا، يعني للصدفة المحضة هذا ما يحدث، ولكن حتى في مباراة الدور الأول كان الحكم بالقوة المعهودة. طبعا السيد ديمتري درافيس والسيد كرافين سافيروس كانوا هما الحكمان المساعدان في الدور الأول، ولكن اختلف هنا في الدور الثاني. هناك كريستوس جيانيويس وديمتريوس بواتزيدس هما الحكمان المساعدان في هذه المباراة اليوم. بالنسبة أيضا لمباراة الدور الأول كان مطرف القحطاني هو الحكم الرابع،
وهنا الآن اليوم مرعي العواجي هو الحكم الرابع في هذه المباراة. نلعب في آخر 3 دقائق من زمن شوط المباراة الأول. عموما في المباراة الأولى انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، ولم يكن هناك كان هناك 5 بطاقات صفراء في ذلك اللقاء في الدوري الأول، ولكن هنا يوجد بطاقة صفراء واحدة وهي على عبد العزيز السعران من الشباب، ولكن قبلها وكانت الأسرع على مستوى دوري زين في 66 مباراة، وهذه المباراة رقم 67 كانت الأسرع كبطاقة حمراء عموما في المسابقة، وكانت في الدقيقة الرابعة على الحارس النصراوي خالد راضي. كرة شبابية تصل إلى نايف القاضي، عرضية ناجي مجرشي حاول التقدم مع حسام غالي والخطأ على حسام، وركلة حرة مباشرة لصالح الشباب. خالد الزيلعي ينطلق في هجمه مرتده لصالح النصر، يترك الكره لحسام غالي، حسام يوزع كره اماميه الى خالد الزيلعي، مرور من خالد الزيلعي من امام بدر الحقباني، تصل الى خالد الزيلعي مره اخرى مع لاعبين من لاعبي الشباب، زازي خط المنتصف حسام غالي، ابراهيم غالب، فيغاروا مع خالد الزيلعي ومحمد السلاوي وحيدا في الهجوم. هنا فيغاروا في محاوله اماميه نصراويه، فيغاروا هدف اول للنصر، وهدف التعادل ياتي مع الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الثاني، بداية شوط المباراة الثاني. هذه الكرة اللي كانت من حسام غالي إلى فيكتور فيغاروا، مر من 3 لاعبين، سدد كرة أرضية صعبة زاحفة على يمين الحارس وليد عبد الله، والهدف الأول لصالح النصر. هدف التعادل يأتي مع بدايات شوط المباراة الثاني الذي يحمل البشرى بالتعادل عن طريق فيكتور فيغاروا. هذه عادة للمهارة الفنية العالية، مرور من أمام نايف القاضي، مرور من حسن معاد اللي جاء أيضا في الناحية الدفاعية البطاقة الحمراء، اللعب ب10 لاعبين، تغيير بخروج عبدو برناوي وهو التغيير الجميل، التغيير الذي يدل على ذكاء المدرب، حتى استغلال وعودة لحسين عبد الغني في مكانه الطبيعي. هنا ملعوبة فيغاروا بكرة ملعوبة إلى محمد السهلاوي، عرضية حسام غالي يحاول المرور، كرة تتخلص من عبد الله شيل بهدف ثاني في الدقيقة 7. تصل الكرة إلى عبد العزيز السعران، عرضية للقائم البعيد والرأسية تأتي لكن سهلة عند حارس المرمى عبد الله العنزي، في وجود صافرة وخطأ، الخطأ على عبد الله القرني. هذه عادة كرة ناجي مجرشي الرأسية، قائد النصر قائد المنتخب السعودي في الفترة الحالية حسين عبد الغني، والدخول كان عنيف من سعود حمود. كرة تعود مرتدة الآن لصالح النصر، انطلاقة من سعد الحارثي والتقدم من فيغاروا، مرور أول ناجح، فيغاروا أيضا هدف شخصي خامس له في المسابقة. نتابع مرة أخرى، مرور من نايف القاضي، مرور من سند شراحيلي في السكة مدافعي الشباب، والتسديدة تأتي على يسار الحارس وليد عبد الله، أرضية ممتازة وهدف ثاني. سعد الحارثي هو من بدأ الهجمة، الخطأ كان لسعد الحارثي، والتقدير والاحترام يأتي لحكم اللقاء الذي ترك الكرة أيضا تستمر، ومنها فيغاروا مر وسوى العجائب. حسين عبد الغني امامه لاعبين في حالة الصد البشري، حكم اللقاء يعطي الصافرة والاذن بلعب الكرة، كرة ملعوبة باتجاه المرمى مباشرة، ووليد عبد الله السعودي يتواجد في المرمى. كرة كانت خادعة من حسين عبد الغني، لكن وليد يبعدها الى خارج الملعب. حسين سجل اهداف، نفذ الرمية الجانبية لصالح النصر، نفذ كرة الى فيغاروا على طرف منطقة الجزاء. حكم اللقاء قريب، فيغاروا مر، وفيغاروا اللقاء القادم للنصر سيكون هو اللقاء امام الهلال المتصدر، ولقاء الديربي، ديربي العاصمة وديربي المملكة العربية السعودية الكبير. الزازي الى فيغاروا لسعد الحارثي، لمسة واحدة الى حسام امامية لسعد الحارثي، سريع، والتدخل ياتي سريع ايضا من حسن معاد.